ما بقاش في حاجه اسمها حرام اصلا. معظم الوقت يعني معظم الناس لا، عادي بيس كول اوبن مايندد والشغل ده. انا ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. محمد عرفني بنفسك. انا اسمي محمد علاء، مدرسه NIS من اسماعيل اللي في كامبس التجمع في جريد 10. ساكن في مفيدا. عندك كام سنه؟ 16. اوكي. قول لي ايه اكتر حاجه بتحبها في شخصيتك؟ ان انا عندي بتحبها؟ ايوه بتحب ان انت تكون عندي؟ اوكي. بس عندي في الحاجات الكويسه. ها. وان انا لما بحط حاجه قدامي بجيبها، يعني مهما كانت ايه هي. طب اصلح لك حاجه؟ ماشي. ده مش عند، ده طموح. ممكن اراده. ممكن برضه. دي اراده. انك لما بتحط حاجه في دماغك بتعملها، لو حاجه كمان كويسه دي اراده مش عند. وان مفيش حد بيعرف يمشي كلامه عليا قوي غير عيلتي. ايه تاني بقى؟ مش يعني انا مش عارف شخصيتي قوي، يعني انا كذا حاجه. طب بتحبها؟ حاجات وحاجات. بتحب فيها ايه؟ بحب فيها ان انا يعني شخصيتي ليها في كذا مجال. يعني ايه؟ يعني بعرف في كذا حاجه، مثلا زي الكوره، يعني عندي نولج حلو. اوكي تمام. هنعرف كله هيبان. ماشي هنعرف. تمام. اللي ما بحبوش فيها ان انا طيب، الموضوع ده مش حلو خالص. تمام. وان انا بسامح بسرعه. ايه موضوع التسامح اللي انتوا كلكم متضايقين منه ده ليه؟ عشان اولا انك طيب وبتسامح دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. مش مع كل الناس، يعني ممكن مع عيلتك تبقى دي كويسه، مع قرايبك ماشي، مع صحابك بس مش كلهم. لان في ناس ما بتسامح لهم مره ما بيعيدوا الغلطه كتير جدا. اكتر حاجه بتخوفك في الدنيا؟ ان فجاه كل حاجه تتقلب كده فجاه، او ان الدنيا يحصل فيها لخبطه. عايز تطلع ايه؟ مهندس. بتذاكر؟ يعني بتروح المدرسه؟ عشان عندي اتندنس بس. لكن ما بتحبش تروح المدرسه؟ لا. ليه؟ عشان انا لما بروح المدرسه اليوم كله بيتضرب. لو عندك اوبشن تغير حاجه في نفسك تغير ايه؟ لا مش عايز اغير حاجه في نفسي، انا عاجبني نفسي كده. ايه اكتر حاجه قويه في شخصيتك؟ مش عارف. لسه. ايه اكتر حاجه ضعيفه؟ برضه لسه مش عارفها. يعني لو قلت لك قول لي ايه هي مميزاتك؟ ذكي. جدع. كريم شويه. تمام. اوكي. بس ما فيش حاجه، يعني دول حلوين كفايه. ماشي. مين مثلك الاعلى؟ كريستيانو. ايه اكتر عاده سيئه عايز تتخلص منها فيك؟ بزهق بسرعه. ايه الحاجه اللي حاسس ان انت عايز تطورها في شخصيتك؟ يعني ان انا بقى عندي موتيفيشن اكتر للمذاكره والجيم، ان انا ما يجيليش حاجه فجاه توقعني كده. ماشي تيجي نلعب؟ يلا بينا. اوكي. هقول لك على شويه كلمات وقولي دي معناها ايه. ماشي. يعني ايه الافوكاتو؟ افوكاتو؟ الافوكاتو. ايوه لوير، محامي. صح. يعني ايه وظيفه الخوجه؟ خوجه؟ المطوه؟ لا. امال ايه الخوجه دي؟ انا عارف ان الخوجه هي المطوه. لا. عمرك ما سمعت يعني ايه خوجه؟ لا. طيب يعني ايه قبقاب؟ قبقاب اللي هو الشبشب. برافو. صح. برافو. طيب الدلاله؟ دي اللي هي هي حاجه بتتسقط، يعني حاجه بتنزل من مكان. لا دي مهنه. لا مش عارفها. مهنه واحده ست. دلاله؟ مرشده يعني؟ لا. امال؟ طيب مين هي الدايه؟ الدايه؟ لا ما اعرفش برضه. تعرف ايه هي المعدده؟ المعدده اللي هي بتقعد لما حد بيموت تقعد تولول عليه. برافو. الناس برافو. عرفتها منين دي بقى؟ من المسلسلات. اوكي. الراجل اللي بيلم النقطه في الافراح اسمه ايه؟ الراجل اللي بيلم النقطه في الافراح. مفيش انت؟ لا. ليه؟ لا مش عارف. اخر افلام الزعيم عادل امام؟ عفريت عدلي علام. لا. طب انا هقول لك وانت قول لي صح ولا غلط عشان انا ما قلتش لسه بقيه السؤال. ماشي. كان فيلم الجزيره 2 مع احمد السقا. عادل امام. صح ولا غلط؟ لا غلط. تقول الصح ولا مش عارفه؟ لا مش عارفه. عمرو يوسف ومحمد ممدوح اخر فيلم عملوه اسمه ابو نسب، صح ولا غلط؟ غلط. اخر فيلم عملوه اسمه ايه؟ لسه داخله في السينما. يلا. اسمه ايه؟ شقه. صح.
برافو، بس انا غششتك. ايوه ماشي. برنامج رامز جلال اللي اتعرض السنه دي في رمضان كان اسمه رامز ثعلب الصحراء؟ لا غلط. وكان اسمه ايه؟ جاب من الاخر، رامز جاب من الاخر. صح. رامز جلال استضاف في البرنامج بتاعه الفنان محمود عبد العزيز؟ لا لانه مات اصلا. صح، برافو عليك. اوكي، بتسمع مهرجانات؟ بتسمع ايه؟ كل حاجه، بسمع كل حاجه، انجلش، عربي، مهرجانات، عمرو دياب والاغاني العاديه. حلو. كل حاجه. عاجبني ان انت يعني ملم. تعرف حاجه عن الاغاني، عن الافلام القديمه طيب، او ممثلين زمان؟ كنت بتفرج على ممثلين زمان، كنت بتفرج على مستر اكس بتاع اللي هو كان بيلبس، كان بشنب كده فؤاد المهندس حضرتك. ايوه فؤاد المهندس. وبحب مسرحيه العيال كبرت. و بس. هايل. تعرف مين رشدي أباظة؟ مين؟ رشدي أباظة ده اللي هو انا عارفه كاسم بس ما اعرفش اعماله. انا عارفه كاسم، عارف شكله. ماشي. طب تعرف فاتن حمامه؟ ان هي كانت هي اصلا كانت احلى واحده في مصر تعتبر ساعتها. ايه ده؟ فاتن حمامه. ايوه. طب كانت عملت ايه او شفت لها ايه؟ ما شفتلها، كانت طلعت قبل كده برضه مع فؤاد المهندس، طلعت قبل كده معاه. لا خلاص يبقى انا غلطان، ما اعرفش. يبقى انت مش قصدك على فاتن حمامه. ممكن. طب سعاد حسني؟ هي سعاد حسني يا فاتن حمامه، انا بتلخبط بينهم بس انا عارف شكل واحده منهم. طيب اوكي. تعرف مين تاني من الممثلين زمان؟ تعرف مين مطربين؟ تعرف مثلا عبد الوهاب؟ لا بس عارف العندليب. ايوه. عندليب مين؟ عندليب الدقي ولا عندليب عبد الحليم حافظ؟ عبد الحليم حافظ. هو ده. ايوه. عندليب الدقي ده بتاع محمد هنيدي، مالناش دعوه بيه. صح، برافو عليك. الفلوس والمظاهر بتهمك؟ هي مش بتهمني، بس انا بالنسبه لي الشخصيه اللي جوه احسن. يعني مش كل اللي بيبان عليهم ان هم كويسين وكل حاجه وكده، من جوه بيبقوا كويسين. ممكن الناس تبقى من بره باين عليهم ان هم كويسين بس هم من جوه هم متدمرين. ايه الصفه الاساسيه اللي بتختار عليها صحابك؟ ما يكونش بتاع مشاكل، وما يكونش لتات، وما يكونش بتاع بنات. ما يكونش بتاع بنات؟ اشمعنى؟ عشان البنات بتخسر بعض، معظم البنات. بس يا الصراحه اصل انا جات لي معلومات عنك ان انت بتاع بنات. مش قوي. لا يعني مش قوي، كلهم اخواتي والله. عندك كام اخت يا محمد؟ مش عارف. مش عارف من كتر ما هم كتير. كلهم اخواتك؟ انا قلت لك ما تكذبش عليا، قلت لك عينك هبان. عندي واحده بس مش اختي. ايوه كده. تجيب لي اللي جوه، انا بحب اللي جوه. عايزه اعرف ايه الصفه اللي بتختار عليها اللي مش اختك؟ اللي مش اختي تكون حلوه. اوكي. حلوه. ما تعرفش ولاد كتير. ما تعرفش ولاد كتير. تكون سمعتها كويسه. ويكون عيلتها يعني محترمين وكده. انت شايف من وجهه نظرك ان في السن ده تقدر تعرف كل الحاجات دي؟ لا مش دلوقتي، لسه كل حاجه ليها وقتها. ما شاء الله عاقل. طيب مش قوي يعني. ماشي بس ده ما يمنعش. بس انا شايف ان احنا نحجز من دلوقتي عشان جيلنا مش حلو خالص. يعني احنا لو ما عرفناش اساسهم من دلوقتي قدام مش هنعرف حاجه، لان اللي بيحصل في الصغيرين يعني كسن ما نعرفش اللي يعني لما نكبر هنبقى مش هنعرف حاجه. طيب حلو قوي. انت قلت كلمه انا عايزه اقف عندها، جيلنا مش حلو. ليه؟ غريب يعني، معظمه بقى قليل الادب، معظمه يعني. طب بمعنى اشرح لي الحته دي شويه. بمعنى انه ما بقاش في حاجه اسمها حرام اصلا. معظم الوقت يعني معظم الناس عادي بيس كول اوبن مايندد والشغل ده. انا اوكي. لا. بس انت طبعا بيفرق معاك الحلال والحرام. يعني انا مش شيخ برضه. لا انا ما بقولش كده. لا ما اكيد بتغلط، وده طبيعي وده طبيعي. بص هو كده احنا مش بنمنشن ان هم بيغلطوا، هم لازم يغلطوا. عشان اصلا انت مش هتعرف الصح غير لما تغلط. بس هي الفكره اللي انت قلته ده، دي حاجه مهمه. ان فكره الحلال والحرام. انا لو عارف الحلال والحرام والصح والغلط مفيش مشكله، اساسياتهم موجوده، مبادئ موجوده، مفيش مشكله بعد كده ان انا اغلط غلطات ما تجيش جنب الحاجات دي واتعلم منها. لكن الفكره اللي انت بتقولها ان ما بقاش في حاجه اسمها حلال وحرام، دي جايه من فين بقى؟ من الاهالي نفسهم. يعني في اهالي اصلا عادي عيش براحتك، في اهالي يعني حرام، يعني هم كويسين بس ما عندهمش وقت ان هم يعني يتكلموا مع اولادهم في الصح والغلط والحلال والحرام. بالظبط. بس دي كل الفكره. طب تفتكر ايه دور الصحاب بقى في الموقف ده؟
مش كل الصحاب كويسين ولا كل الصحاب وحشين، بس الفكره ان انت هتوصل لفين، يعني انت اخرك فين. طيب لو عندك واحد صاحبك وشايفه بيعمل حاجه غلط ودايس، انت بتقول قالوا مره واثنين وثلاثه، الثالثه خلاص. هتصبر عليه ليه؟ هصبر عليه ليه؟ عشان صاحبي، على حسب برضه هو كان صاحبي، يعني صاحبي من قد ايه، عرفته ازاي، عرفته فين. هتنصحه لوحدك ولا هتروح تقول لاهله؟ لا مش بقول للاهل، لان الاهل اول حاجه هيبان ان انا بتكلم عليه، يعني انا خايف عليه وكل حاجه، بس انا اذيته، ده معنى صح. اذيته انك تقول لاهله يلحقوه من الغلط، انت كده بتاذيه. يعتبر شويه. ازاي؟ لان انا كده ده انت بتقول لهم عشان يلحقوه. ما هم هيلحقوه، بس هيعملوا عشان يلحقوه على حسب الغلط برضو. يعني هو لو مثلا ما فينا اهالي بتعاقب بطريقه الاولاد ما بيحبوهاش، هو طبيعي ان الاولاد مش هيحبوها، دي طريقه عقاب اصلا. بالظبط. بس انا بتكلم معاه لحد ما اشوف، يعني على حسب برضو غلاوته عندي. لو غالي هتقول لاهله، ولا لو مش غالي مالكش دعوه؟ لا لو مش غالي هتكلم معاه برضو، انا كده كده بتكلم معاه حد. ماشي، لو مش غالي هتتكلم معاه. لو غالي قوي بقى وشايفه بيغرق، لو غالي جدا هتكلم معاه برضو كذا مره، بس هوصل لحته ان انا هروح اقول لاهله عشان انقذه، مش عشان حاجه. لازم الانسان بيغلط، فطبيعي ان انا اديله فرصه. اكيد. كنت بتتعاقب ازاي وانت صغير في البيت؟ العقاب بالنسبه لي ان انا اقعد في البيت، ده عقابي. تقعد في البيت. العقاب ده كان كافي بالنسبه لك؟ طبعا. لما بقدرش، انا بحب الخروج. لو صحيت من النوم الصبح لقيت مامتك وباباك مسافرين والبيت فاضي عليك، هعمل حفله. ماشي. بعد الحفله هيقعدوا اسبوع، ال7 ايام هتعمل ايه؟ هنزل كل يوم طبعا. ممكن بقى اسالك، انتوا بتنزلوا كل يوم تعملوا ايه؟ بنشم هوا. جربت تشتغل قبل كده اي صيف من الصيف اللي فات اشتغلت؟ ايه؟ مقيم مشروعات. ايه؟ مقيم مشروعات. مقيم مشروعات؟ كنت بنزل مع خالي، تمام، نروح مثلا نشوف كومباوندز ونقيمهم مثلا، يعني نديهم، بتقيم على كذا حاجه. حلو. استفدت ايه من الشغل ده؟ عرفت اول حاجه ان الفلوس مش بتيجي بالسهل، دي اول حاجه. تمام. واستفدت من الشغل ان انا بقيت بعرف مثلا اكتب على الوورد دوكيمنت بسرعه، لان انا كنت بكتب تقارير. تمام. وشفت بقى ان الحياه مش سهله زي ما احنا فاكرين وكده. ايوه بالظبط. طب لو قلت لك انصح حد اصغر منك ب3-4 سنين من الجيل اللي لسه طالع، انت عندك 16 صح؟ لو بكلمك على 12-13 تقول لهم ايه؟ مش لازم يبصوا للكبار قوي، لان الكبار فيهم اخطاء برضه، يعني ما يبصوش لانه كده كده انت اللي انت عايزه في سن معين هتيجي تاخده. تحب تعرف اهلك على اهل اصحابك ولا لا؟ ليه؟ عشان لما بتخانق مع عشان المشاكل. بالظبط كده. اوكي. حصل مشكله كبيره، تتكلم بابا ولا ماما؟ ممكن اقول بابايا لو مشكله، مثلا مشكله زي ضرب او كده، يعني حاجه اكشن. لكن لو مشكله في خناقه عشان كلام او كده، لا بروح اقول لبابايا وخالي وخالتي. ما تقولش لماما؟ ماما مش عشان حاجه، بس ماما بتخاف عليها بزياده، فانا بخاف ان انا اضايقها، انها يعني اعصابها معظم الوقت مشدوده عشان انا واخواتي وكده. بس يعني نوع من انواع الخوف على ماما. نوع من انواع الخوف على ماما. ماما بتعرف تحل المشاكل كويس، بس انا بخاف عليها مش اكتر. اوكي. لما بابا وماما بيتخانقوا بتقف في صف مين؟ ما بقفش في صف حد، بصلح الاثنين على بعض. شاطر. كلمه في سرك بتقولها لما ماما بتزعق لك؟ تعرفتوني على فكره، انا زهقت منكم، انا هسيب لكم البيت وامشي والله العظيم. هي عارفه ان انت بتقول كده؟ لا. بتقول كده في سرك؟ قلتها مره بصوت عالي. عملت فيك ايه؟ قلتها شويه زي كده. اكيد لازم الكريزه اللي على الطريق. طيب بابا يعمل فيك ايه لو دخل لقاك بتشرب سجاير؟ مش عارف، هو شخصيته كذا حاجه كده مع بعض انا ما بفهمهاش خالص. فعلا؟ يعني شخصيه بابايا غير شخصيه مامتي، يعني انا ممكن اعرف مامتي ممكن تعمل ايه. ما انا عشان كده سالتك على باباك على فكره. لكن بابايا احيانا طيب، احيانا شرير، احيانا شرير جدا، احيانا طيب جدا، اوكي، متفهم، احيانا عصبي، يعني حاجات وحاجات. بس انا اتوقع ايوه بابايا هياخدني تمام، وياخدني لو انا قاعد مع اصحابي هياخدني واكمل كلام في البيت تمام، يا اما هيضربني في ساعتها. يعني مش هيضربني لان بابايا ما بيضربنيش، بس ممكن ياخد مني موقف ما يتكلمش معايا كده يعني. وماما واتعاقب برضه. وماما بقى ماما تعمل ايه؟ ماما هتقعد تزعق تاخدك من المكان اللي انت فيه. ونكمل كلامنا في البيت برضه، يعني هم ما بيحبوش نتخانق بره قدام حد.
السوشيال ميديا اخبارها معاك ايه؟ بتقعد على السوشيال ميديا قد ايه؟ على حسب، يعني حسب اني اجازه، دراسه، صيف، شتاء. كام ساعه في اليوم؟ ما بعدتش يعني كتير. اه ماشي. بتنزل فيديوهات على تيك توك وحاجات كده؟ اه. عندك حاجه تخجل ان باباك ومامتك يشوفوها؟ لا، هم عارفين ان انا بصور تيك توك اصلا وبيشوفوا عادي؟ اه. بابايا مره اصلا طلع له على التيك توك، تمام، فيديو لي انا واصحابي كنا عاملينه، راح باعت لي بيقول لي اشباح المدرسه هنا يس. اوكي. انبسط يعني؟ ما فيش حاجه؟ لا ما عملش حاجه، عادي يعني، بابايا عادي. اوكي. عشان الفرق بيني وبينه مش كبير في السن. الى كمان. اي درجه في سنك دلوقتي تسمح لهم ان هم يتدخلوا في حياتك في التفاصيل؟ شكلك، شعرك، لبسك، صحابك، خروجك؟ لا انا بخليهم يتدخلوا في لبسي لانهم انا ما بعرفش اعمل ماتشنج لللبس قوي، فهم بيساعدوني في موضوع الالوان ده. اوكي تمام. في شعري هم بيتدخلوا، بس انا الموضوع ده بيضايقني. يعني لو دلوقتي ماما قالت لك في سنك ده عايزك تعالى انا هوديك للحلاق، انا عملوها السنه اللي فاتت 4 مرات. انا هحلق لك الحلاقه اللي على مزاجي، هتعمل ايه؟ عملت ايه بقى؟ انا لا انا اتجننت في البيت. حلقت للاسف بالعافيه. حلقت بالعافيه اوكي بالاجبار. عملت ايه بقى بعدها؟ لا انا قعدت شهر بعدها ما بكلمهمش. انت شايف ان انتوا كجيل واخدين حريتكم عن الاجيال اللي قبلنا؟ ايوه، ما هو ده السؤال. طبعا. ايه اكتر حاجه في شلتك البنات اللي هم زي اخواتك ماشي صفه بتحبها في صحابك البنات تكون موجوده في البنات؟ هم يكونوا محترمين ومش بتوع ما هم لما ما يعرفوش ولاد كتير مش هيجيبوا لنا مشاكل لو احنا شله مع بعضينا يعني. بس انت شايف ان البنات يعني بيجيبوا مشاكل لاصحابهم كتير؟ طبعا، ده هو السبب الاساسي. ليه بقى؟ ده بيحب دي ودي مش بتحب ده، ومحمود زغدني ومحمود قرصني ومحمد زقني، وما تكلمش ده وما تكلمش دي اوكي بس، فهي دي كل المشاكل. اوكي. البنات زنانين يا محمد؟ زنانين جدا يا راجل؟ والله كلهم؟ معظمهم. شايف ان انت لو ممكن تاخد نصيحه من جيل اصغر منك دلوقتي ممكن تستفيد انت منها؟ لا. ليه؟ واحنا بنقول ان هم يعني سابقين. لا بالنسبه لي مش يعني الجيل اصغر مني لا تاخد منه نصيحه، كلمه، راي في موضوع؟ ما شفتش حد كده في الجيل الاصغر مننا. لا، برغم ان انا عندي اخ صغير، فانا بقعد اصلا مع معظم صحابه يعني. ايه اكتر حاجه بتحبها في ماما؟ ان هي طيبه وبتسمعني. اكتر حاجه بتحبها في بابا؟ ولما مثلا بعمل حاجه غلط وباجي اقول لها بتسامحني عادي طالما انا جيت قلت لها. يعني بابايا ومامتي عندهم اي حاجه اعملها الا كده. يعني كده نمبر 1. اكتر حاجه بتحبها في بابا؟ ان هو دايما معايا في اي حاجه. ظهرك. اتعلمت منه ايه؟ ان انا اقف اتفرج واسيب اللي عايز يعمل حاجه يعملها، وانا اخش في اللقطه اللي انا عايز ابان فيها واخدها واخلع. اوكي. اتعلمت ايه من ماما؟ اتعلمت من ماما الصبر شويه، بس انا يعني مش قوي فيه، لان انا لسه قايل لك انا بمل بسرعه. ايه اكتر حاجه بتكرهها في بابا؟ ممكن موضوع ان الشعر ده شويه. ايه موضوع الشعر ده؟ ان هو يعني بالنسبه له موضوع الشعر دلوقتي غير، يعني هو بيتضايق من شعري وبيتضايق من ستايلي وبيتضايق من كده. اكتر حاجه بتكرهها في ماما؟ مفيش، بحبها هي زي ما هي. لسانك طويل، بتشتم؟ لا. بتشتمش مع اصحابك؟ ما بتعصب بس. اصل انا ملاحظه، اصل انا برضو من الحاجات الغريبه اللي ملاحظاها اللسان الطويل قوي اليومين دول في الولاد والبنات. ما بشتمش بالاهل. لكن بتشتم برضو مش دايما يعني. ماشي. انا مش بلومك على فكره. انا فاهم. لا انا بعرف، انا بفهم. بس بيبقى غصب عني. شلتك صحابك ولاد وبنات بيشتموا؟ لا طالما محمد ما تكدبش عليا. لا والله يعني بيشتموا كلنا بنشتم. بس مش بنشتم الشتايم اللي هي لا عادي السيئه قوي بالظبط. ومش بنشتم الشتايم من الاهل برضه، لان الاهل ما لهمش دعوه، يعني هم هيبقوا قاعدين في البيت ويجي لهم شتيمتهم ليه. انت مش معايا ان غريبه شويه ان انا اخد بالي ان في بنات دلوقتي في سنك واصغر منك واكبر منك بيتلفظوا الفاظ قويه جدا في الشتايم؟ اكيد بستغرب. انت بتستغرب. ده ايه بقى؟ مش عارف. هو انا مش دي تبقى وجودها في الشله محبب ولا لا؟ مش محبب. يعني احنا ليه اصلا نشتم؟ احنا بنشتم يعني هي احيانا بتبقى هزار،
بس انا شايفها هي دي عاده سيئه فينا كلنا، يعني دي عاده سيئه احنا لازم نبطلها اصلا، بس احنا يعني قعدنا فيها شويه فاحنا مش عارفين نبطلها، بس اكيد لازم هي اكيد الشتيمه او التلفظ في الكلام اكيد مش رجوله، صح؟ ده كده كده ده ملهاش علاقه اصلا. انا باخد بالي ان هما شويه بياخدوها انها يعني شبحنه. لا ايه الشبحنه في الشتيمه؟ ما اعرفش، انا بحس كده. الشبحنه مش في الشتيمه خالص، بالعكس انا بحس كده. لا ملهاش علاقه خالص. بتتخانق؟ اه. عمرك في حياتك فكرت تشتري حاجه تدافع بيها عن نفسك؟ ايه؟ افتكرت اشتري بيسبول. لا اشرح لي بقى معلش. انا العصايه بتاعت البيسبول. تمام. اوكي. امريكان ستيك. ايه الامريكان ستيك؟ بتاع كده تمام، لما بتفتحها يعني انت بتشد ايدك كده بس بتتفتح. اوكي. بس ونكل. النكل اللي هي بتتلبس في الايد بتبقى حديد كده. يا نهار اسود، بتتلبس كده. ليه؟ عادي. عشان ايه؟ ليه ازاي تمشي بحاجه زي كده اصلا؟ ما هو كده كده ما جبتهاش يعني، انت مجرد تفكير بس. انت بتصرف فلوسك في ايه عموما يا محمد؟ انا خروج. بتخرج؟ كتير. اوبر وهدايا. ماشي نمشيها هدايا. ماشي اوكي. طيب ليك يا بابا وماما محددين لك مصروف مثلا في الشهر انت بتاخده وانت مسؤول عنه تماما؟ ولا كل نزوله؟ على حسب صرفته في ايه. لا اقصد مانثلي، يعني بتاخده كل شهر. انا بسال بقى عشان كده عايزه اعرف منك لو خلص منك في نص الشهر بتعمل ايه؟ ما انا مش ببقى مهرجل، لان انا بحب ابقى سايب اصلا بوكيت ماني. يعني مثلا مصروفي اللي هنقول سي 1000 جنيه مثلا، بحط 500 تمام. دول وقتهم ودول وقتهم. ايه المصيبه اللي عملتها ولبستها لحد من اخواتك؟ وقعت الاكل على الارض ولبستها في اخوك الصغير. دي حاجه بسيطه. سرقت قبل كده مفتاح العربيه من باباك او مامتك؟ لا ما عمرها ما حصلت. اخدت الكريدت كارد بتاعهم وصرفت منه من غير ما هم يعرفوا؟ ما اعرفش الباسورد اصلا. اوكي. حصلوا ان جالك جواب تهديد من المدرسه او انذار او ريبورت او رفض او اي حاجه؟ ما اترفدتش قبل كده من المدرسه، بس جالي انذار. عشان اتخانقت في المدرسه، ضربت واحد. بابا عمل ايه؟ لا بابا ما عملش حاجه. بابا طلعني ان انا مش الغلطان فجه وبالعكس ده جاب لي حق اكتر من المدرسه. احنا خلصنا. ماشي.